لو أهلك نفسه. عشان كده بطبيعة العرب، طبيعة العرب، أنا أتكلم عن طبيعة العرب طبعا يعني كطبيعة مستقبلة للإسلام، إنه لو تحديته فإنه لا يصبر، ينطلق كالسهم إلى مكان التحدي. عشان كده كان أخطر الدعوات مثلا في دولة اليهود هم كتلتان، عندنا الليكود وعندنا حزب العمل. الليكود بيتعامل بلكمية، بيضرب. حزب العمل بيتعامل بهدوء. يعني إسحاق رابين مثلا هذا الذي قتل، ده كان يدعو إلى عمل سوق اقتصادية وتبادل ثقافي والكلام ده. احنا بننام أول ما المسألة تيجي، بننام على طول. بيجن والشلة بتاعته دي، ده كان يضرب. أول ما يضرب تستيقظ روح التحدي على طول. عشان كده كان من الخطر الداهم الكبير أن يحصل نوع من الرحراحة اللي تملأ بلاد المسلمين، لأننا معاشر أهل السنة عندنا غفلة، نتمتع بنوع من الغفلة. ممكن تضع يدك في يد عدوك أول ما يحصل نوع من السلام بينك وبينه. وذلك احنا خايفين جدا أن يحصل صلح بيننا وبين الرافضة مثلا. لو حصل صلح بيننا وبين الرافضة، أهل السنة هم المجني عليهم. ليه؟ هيحصل تبادل ثقافي ومراكز ثقافية والحسينيات تنتشر والكلام ده، وننسى حقيقة الخلاف الجوهري بيننا وبين الرافضة، بيننا وبين أعدائنا. لو حصل نوع من السلم، احنا بننام على طول. روح التحدي بتستيقظ مع الحروب، تستيقظ مع المواجهات. لكن نحن نتمتع بشيء لا يتمتع به عدونا، أننا نسيج واحد متماسك. أما عدونا فليس كذلك. عندنا مثلا في دولة اليهود دولة مفككة، يهود شرق ويهود غرب. يهود الغرب طبعا هم السادة، ويهود الشرق ولاد البطة السوداء لا قيمة لهم. في فبراير سنة 67 قبل ما النكسة اللي حصلت دي أو الهزيمة النكراء التي منينا بها في سنة 67، سئل بن غوريون، وهذا الكلام أنا قرأته يعني في كتاب مترجم عن طبيعة الصراع العربي، طبيعة الصراع الإسلامي اليهودي. يقول لك الصراع العربي الإسرائيلي، هذه تسمية خطأ. عشان كده لم ينتصروا أبدا. طالما المسألة عربي إسرائيلي لن ينتصروا أول ما يبقى إسلامي يهودي على طول. ليه؟ لأن هم يتحركون بعقيدة، أول ما تقول إسلامي يتحرك بعقيدة على طول. فسألوه يعني، قالوا له إن العرب يمدون أيديهم بالسلام، فلماذا ترفضون السلام؟ الرجل كان صريحا جدا. وطبعا هذه الكتب لا تترجم إلا بعد ما تاخد إذن. يعني الكتب اللي هي الخطيرة والكلام ده اللي هي مش مطلوب منها تنشر، لا تاخد إذن ولا تنشر. لا، ده كتاب يوعى على الأرصفة في المكتبات. قال: نحن قوم لا نحيا إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا صنعنا عدوا. طبيعة الناس في المحن والكلام ده بيتجمعوا كلهم وينسوا الخلافات. وأظن طبعا في الولاية الثانية للرئيس بوش، هذا المجرم الأثيم، هذا تصور كثير من الناس بسبب إخفاقه في العراق وأفغانستان والهزيمة النكراء لقواته والقتل اللي هم بالألوف المؤلفة، وهم يخفون الحقائق في مسألة القتيل رقم 2000 والكلام الفارغ اللي هم بيقولوه ده. توقع كثير من الناس أنه يسقط في الانتخابات، لكن الذين يعرفون الحقيقة كانوا يعرفون أنه سينجح. ليه؟ استطاع أن يحشد المجتمع الأمريكي كله ضد عدو. قصة الجمرة الخبيثة ده من صنع المخابرات الأمريكية. مش حاجة اسمها الجمرة الخبيثة ولا الكلام الفارغ اللي هم كانوا بيقولوا ده، زي الأطباق الطائرة اللي هم برضه يقول لك ناس نزيم الكواكب أخرى. شو صنع المخابرات الأمريكية أيام حرب فيتنام. استطاع أن يبين أن العراق بيهدد أمريكا تهديد مباشر، وعنده صواريخ باليستية تحمل رؤوس نووية وتستطيع أن تصل لأمريكا. الناس كلها صدقت هذه المسألة، لأن كل أجهزة الدولة تقريبا كانت مسخرة لهذه الفكرة، فكرة أن في عدو وأن في خطر داهم على أمريكا شخصيا.
فاستطاع أن يجمع كل الناس على عدو. دي طبيعة المحن. يعني أنت لو مثلا بينك وبين جارك مشكلة وبعدين انبعث صراخ من دار جارك أو هشب حريق، مهما كان الخلاف اللي بينك وبينه، مات لجارك ميت مثلا، على طول بتنسى الخلافات وتكون في من أول المعزين وقد هذه المصيبة تمحو الخلافة كلها. فطبيعة الخلاف أنه يجمع الناس جميعا. عشان كده يعني أنت بعض الناس سألني مرة لماذا ذكر الله عز وجل آية الربا، النهي عن آية الربا في وسط الكلام عن غزوة أحد؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ده ليه؟ لأن إذا لم يكن المجتمع نسيجا داخليا متماسكا لا يستطيع أن يغلب عدوه في الخارج. لما يكون المجتمع مليان بالأحقاد ومليان بالخبث والناس بتكره بعضها وتحسد بعضها وتدوس على بعضها والكلام ده، يستحيل هذا المجتمع يستطيع أن ينجح في هزيمة عدوه في الخارج، بل لابد أن يكون نسيجا متماسكا. المجتمع اليهودي ليس نسيجا متماسكا بخلاف بلاد العرب اللي هو بلاد السنة، اللي هو الناس فيها كلها نسيج متماسك. شوف العراق مثلا لما حصل الذي حصل، العراق أطياف شتى، أول ما وقعت المحنة أكلوا بعضهم. ده مثلا في العراق، هذا العراق نسيجة واحدة، يعني ظاهرة العراق لا تكاد تتكرر في أي بلد من بلاد العرب. البقية البلاد تقريبا كأنها نسيج واحد. فأنا عايز أقول عدونا يعلم هذه الحقيقة، لا يمكن يسلم أبدا ولا يمكن يمد يده بالسلام، لأن أول ما يمد يده بالسلام سيتحلل بصورة تلقائية كما قلت، لأنه ليس نسيجا وحده. إذن الذين ينظرون إلى بلاد المسلمين ويدعون هؤلاء العرب إلى أي نوع من أنواع الإصلاح، الذي يريد أن يصل مع تركيبة العرب أنه لا بد لهم من دين. ابن خلدون الحقيقة في المقدمة بسط المسألة دي بسطا جيدا، وأنا أرجو الذي يريد أن يعني يطالع هذه المسألة بقلم رشيق وجيد يقرأ الفصل 27 من مقدمة ابن خلدون، أن العرب لا يصلحون إلا بدين أو بولاية دينية. ليه؟ لأن عندهم من يعني صفات الخير الكثير. تجد العربي ممكن يشرب الخمر، ممكن يقتل، لكن عنده نخوة وعنده شجاع وعنده شهامة وعنده حرص على الحرمات وحرص على الأعراض. عشان كده العرب لما كانوا يطلعوا عشان يقاتلوا كانوا بياخدوا النساء. ليه؟ لأن ممكن الإنسان إذا رأى بارقة السيف على رأسه يفر، لكن إذا علم أن امرأته خلفه فإنه يقاتل حتى الموت. فأنا عايز أقول عندهم الشجاع وعندهم النجدة وعندهم الكرم. وأظن يعني حاتم الطائي رجل مشهور ومعروف، ابنه مرة ضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي جميلا، إنها تدل الضيفان عليه، حتى أنه يحفظ جميل الكلب الذي ينبح فيدل الضيفان عليه. فالعرب لما عندهم من الخير وعندهم من صفات النجدة والشجاعة والمروءة والكرم ونحو ذلك، إذا جاء الإسلام فإنه يزكي هذه النفوس ويبلغون الأوج بها، كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الكلام يعني ذو شجون، وأنا مستحي أن أنا بتكلم في حضرة الشيخ أبي الفرج يعني، فأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم